اخيرا مدرب راجل مسك منتخب مصر. بالنسبه لي من ساعه الكابتن حسن شحاته بعيدا عن كيروش مفيش اي راجل مسك المنتخب ده. تيجي تقول لي ايوه بس حسام حسن وابراهيم حسن بتوع مشاكل ويعملوا مشاكل كتير وممكن ما يعرفوش يتعاملوا مع رجاله المنتخب. هرجع اقول لك بكل صراحه حسام حسن هو حرفيا المعنى الحرفي للمدرب الغتت في الكوره. المدرب اللي هيبقى طالب منك دايما ازيد من طاقتك، المدرب اللي دايما هيبقى واقف على راسك واقف على رجلك واقف على ودانك واقف على كل حاجه عشان تطلع اكتر حاجه عندك، وفي نفس الوقت هو المدرب اللي عمره ما هيسمح ان يبقى فيه اي دلع مع اللعيبه. طبعا ده بسبب ان حسام حسن حرفيا كان بيلعب غصب عن رجله. بصراحه كده كفايه قوي الدلع اللي بقت فيه اللعيبه اللي موجوده في مصر. فعلى الاقل بالنسبه لي بقى في راجل مسك المنتخب لو حد حب يتدلع هيبقى يعنفه. ولكن هتيجي تقول لي هو فنيا حسام حسن احسن مدرب يمسك المنتخب، هقول لك الصراحه كده المنتخب حاليا مبقاش محتاج مدرب فنيا عادي. بالاخر كده ولا كابتن حسام حسن ولا حتى لو جبنا جوارديولا يمسك المنتخب هيصلح مشاكل الكوره في مصر. المشكله مش في منتخب مصر الاول ولكنها في كل المنتخبات اللي بعد كده، وفي البيس بتاع الكوره في مصر ان هي اساسا بقت فيها مشاكل كتير قوي. وطبعا دي حاجه مش محتاجه لها فيديو، دي محتاجه لها قعده وبودكاست كاملين. فانا بالنسبه لي بصراحه لو هنتكلم على منتخب مصر بس كابتن حسام حسن هو فعلا احسن واحد للمرحله دي بالذات. من الاخر كده